ولو في كلمات بسيطة. الله يجزيهم خير. أنا سأتحدث عن زياد. زياد وفريق عمله. أنا حقيقة أعرف الإخوة جميعا، لكني عاد قفز إلى ذهني زياد لما رأيته. أول ما التقيت مع ابني زياد كان لي مرة درس في جامع الحديثي قبل يمكن 12 سنة أو قريبا من ذلك، وخرجت بسيارتي متوجها إلى، كنت ساكن كلية الملك فهد الأمنية، وإذا بشاب صغير شايل معه عمدة الفقه ويمشي مع الدائري. وقفت عنده قلت يا ولدي أنت وين رايح؟ التفت علي قال أنا رايح بيتنا. قلت طيب اركب. قالت لا شيخ قريب. قلت لا اركب يا ولدي اركب. وركب. قلت أنت كنت معنا في الدرس؟ لأني شفت الكتاب. قال لي أنا حضر معك ما أدري كان درس الجمعة. قلت طيب أوصلك. وصلت وإذا هو أظن كان في ثاني متوسط أو ثالث متوسط ذلك الحين، ويعني شجعته بكلمتين، واكتشفت في ذلك الحين أن حافظ القرآن كاملا. وكان معي سبحان الله في ذلك الوقت معي في الشنطة ساعات لسه كاتب عليها هداء لتحفيظ القرآن عندنا في المسجد، كان عندنا حفل، ففتحت الشنطة وعطيته إحدى الساعات، ما أدري عندك ولا بعتها شكلك. زين. فأعطيته إياها ومكتوب عليها هداء، وسبحان الله ثم اتصل بي. طبعا صار لقاءات يسيرة يعني بعدها، لكن مع زحمة الحياة، ثم جاء جزاه الله خير قبل كم يوم يدعوني إلى هذا الحفل. فسبحان الله يا جماعة، ترى الإنسان الذي ينشأ على القرآن يجعل الله تعالى له من الفهم والإدراك والذكاء والقدرة ما ليس لغيره ممن عطل عقله عن القرآن. فأنا حقيقة يعني لا أريد أن أبخس أبنائي الآخرين. أيضا أبو بشت هذا دائما أشوفه بالسنين، نسيت اسمك يا ولدي، عايض، جزاه الله خير يا عايض، أحسنت. وأبو بشت أبيض بعد. الله يجزاكم خير جميعا، أسأل الله لا يحرمهم الأجر والثواب. والله إنهم مفخرة، والله إنهم مفخرة، وأنا أثق تماما أنهم كانوا يشتغلون بأيديهم في هذا المكان. يعني ربما الاتيان بالعمال بكلفهم، فالواحد يشيل ويحط بيده، فأسأل الله لا يحرمهم الأجر. وهذا الدين هذه أمة